بدأنا في الدروس اللي فاتوا شرحنا 40 حديثا من أحاديث الموطأ. 40 حديث. سنكمل إن شاء الله، نكمل يوث ولا بد أن نذكر في البداية كما قلت البارحة في درس المساء برزق الشرفاوي. أفيد إخواني علما بأنه تم فتح حلقة جديدة بمسجد الشيخ رزق الشرفاوي على شرح سيدي خليل، مختصر خليل. معليش نشرح هكا شوية فكرة، لأنه ربما الإخوة يتساءلون عن فوائد هذه دراسة هذه الكتب. زرمي مثلا نكون نسلم ساعة كل جمعة نزملي لي فزارة الجمعة نسلي الدرس الخطبتين، الدرس والخطبتان وتسكنر العلم العميق مستحيل، لأنه طبيعة المقام لا يسمح بالتفاصيل، لا يسمح بالتفاصيل. يعني مثلا لو كان في الدرس الخدمة نموذج عملي، يا أخي خدمة هذا الدروس من كمية هذا كل الأساتذة الشيوخ وكذا، ما يلا أدوي الدرس في الموعظة، في الإرشاد، في التوجيه، شرح حديث، شرح آية، أكل الإنسان يفهم الله يبارك. والعدد كبير، تسير قوس الجمعة العدد كبير، إمغارا تمغارين إرقازا تلاوين ويعيا ويسد مغراء ويسد يعاوز ويسد كذا، يروح ذا الظال ياخذ زبدة يون توجيه شوية أنت مسني شوية كذا، لكن العمقني ما تقدرش. مثلا تصوروا ندير الآن نموذج، أنا في درس الجمعة مثلا أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم اليوم عن علم الحديث، عن مصطلح الحديث، وبعدين نجيب لكم المتون تاع علم الحديث، مصطلح الحديث، الحديث الصحيح، الحسن، الحسن لذاته، الحسن لنفسه، وبعدين الحديث المرسل، الحديث المنقطع، الحديث الغريب، الحديث الموضوع. بعدين واش راه يدير هذا؟ ويسمع حديث ضعيف، هل يؤخذ بالحديث الضعيف من يأخذ؟ نعم، مسألة خلافية بين العلماء. هناك من قال لا يستشهد ولا يستدل بالحديث الضعيف أصلا، هناك من يقول لا، يستدل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفي محاسن العادات. يلا وبعدين نروح نكمل الحديث، نروح إلى مثلا علم الأصول. يلا ندخل في علم الأصول. لا شو علم الأصول؟ علم أصول الفقه الإسلامي هو مجموعة من القواعد التي تمكن الأصوليين من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا العلم علم حديث من الفنون المستحدث في الأمة، وقد ظهر في أواسط القرن الثاني الهجري، وأول من قعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وعلم الأصول فيها الأدلة الأصولية اللغوية والأدلة الأصولية الشرعية في الكتاب والسنة، وندخل في هذا الأمور. يلا القياس إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. العلة هي الوصف الظاهر المناسب المنضبط المتعدي. يلا ما الظلم داقي 2000 أكيد شو في المحنة شو ندرس كذا شو ونتسل علوم كي نحوجي ثنت نحوجي ثنت والله يرثنت نحوج مليح. ثورة أنفذو كنت سمكتي الحديث رقم 40. الحديث رقم 40 حدثني، يعني رقم 40 في المتن، في متن الموطأ. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، من الدقياء بني عبد الدار، قبيلة من قبائل قريش، أنه سمع أبا هريرة بالسماع. يجي نهار نكلمكم على طريقة النقل في الحديث، يكون بالسماع، إما يكون بالنقل، إما يكون بالرواية. يعني أتصن لن ثمانية طرق سنشرحها
في وقت لاحق. سمع أبا هريرة، يسليس أبي هريرة يعني عن طريق السماع، يسلى أبو هريرة مباشرة. طبعا أبو هريرة من الصحابة الأجلاء الذين كانوا يعني يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، لازمه كثيرا، لذلك من أكثر الصحابة رواية للحديث. يعني يونسي الصحابة الصحفي يديروان أطاس الأحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم، خاطر لازمه إلى يدس وطاس. جاء رجل إلى رسول الله، معناه يحضر يسد ورقز غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، إناس يا رسول الله إنا نركب البحر، إناس نكوني نصرحوا غير البحر، نركبوا البحر معنى خدم في فلوكين طبعا بما هو مقدور عليه في زمانهم. ما الدنيا ثورة ثفلوك ثنتورة ماشي مثفلوك ثنزيه زي كذا وين صغارا جذوع الأشجار وكذا اللوح إلى آخره الشدناك والسرسن سفلى بوامان البحر وذي الحو وسلما جدي فني ماشي سوموتور ماشي هكا. وطبعا ثفلوك بسيطة ماشي ثفلوك باسة متطورة ساعة موتور لكاباسيتي تجهد إلى آخره. إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. من واحد البحر باش نسقذن الحوت إنا ياك الشباك اللي يخدم لكني إنا ياك نتساوي يذنا شوية طبامان ونحمل معنا القليل من الماء شوية بامن نتساوي يذنا ناس فإن توضأنا به عطشنا ما إلا مدي وضوق نصليت أنستخدم مني إن بويث السيث أثنستخدم صافي نفوذ. أفنتوضأ به يعني استقسى النبي صلى الله عليه وسلم ما نتوضي سوى من البحر. وكي السؤال والزرام بين قوسين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أدياس بناء على سؤال أثيد يستقسيونه يجاوب شيء طبيعي سي لوجيك، نغ عند حصول واقعة تضرى يوسن تذيانت ذغى النبي عليه الصلاة والسلام غادي ينطق إن هو إلا وحي يوحى كما قال القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثقوال يأتي الحديث يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤال سابق ولا من غير واقعة حصلت. ماشي كان ألا ما تضرت ذيان تضرى واقعة غادي يسقسي خاطئ. رسول يوحى إليه ينصح ويوجه ويرشد ويشرع إلى آخره وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك الحديث باش بعد ما يفهم الحديث يلها هذه السن أسباب الورود إسقارا أسباب الورود. أما كان ذي القرآن إلهم يقارن أسباب النزول يون العلم موديول سبيسياليزي اسميس علم أسباب النزول. يعني باش تفهم ذو القرآن أتغرض لي سيركونستانس من ميد ينزل القرآن شو السبة شو يظهران إلى آخره أكيعون علم أسباب النزول من مقاصده أنه يساعدنا على فهم مراد الله عز وجل أو معاني القرآن الكريم الله يبارك. وكذلك الحديث باش نفهم أغيعون علم أسباب الورود. هذا نلاقي نبوي ثم شاهد سمكي تضرى شو يضران ناس يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به سقسنت ميلا أن توضي سوى من البحر. أشو ثين النبي صلى الله عليه وسلم إن يسن هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله أكبر. طيب أولا ناد مسنا ونحمل معنا القليل من الماء
ذاك نفكد السؤال وفكمد الجواب فغادي عاودها مرة أخرى ذاك الإعادة. أي غربين شوية طبامان، أي غربين راه طبامان. أما الساكي يولي يروح غادي يسافر بالسكرة هذه يثقرعت بمن أي غير أخويا ثقرعت تروح دي طوموبيل تشاري سورتو ما دي طوموبيلينيك أويا طاس أويا 10 15 بمن ريت ثلاث ذا مسافرتش من الصحراء خاصة دي نفذو هكا وكذا كي غربين شوية طبامان. لماذا؟ تفضلوا. ذا شو الجواب يدفكم في كلتني المفروض فمس. تفضل. تفلوكسني سامش طوحت. ايوه. وين الفلوكسني تسوينا من داون الحوت. صحت. جواب صحيح. الناس نكون نركبوا البحر ناود باللي تفلوكسني نزيك الصناعيين نسو تجي مثوره بصح لي كاباسيتي تاع مقرانين الصيد يا ريت خدم كدني صغار الجذوع الجذرات نتجور وكذا اثن تشد نسوف لبا ما نضحون زعما روح مثلا لو كادوس الموجه تاع مقران يعني غرقا صافي تمشطوح كيدير مثلا كريم ما الا تشورني وين 20 ريت 30 يعني تغرق ديجا انت الزمران تغرق وكي سبب وذا غنيثنا واحد ذا غنسقذ الحوت صافي نيثني يرمي الحوت ذا يوم تزمر فلوك ثني خاطر كل حاجه لوجيك يعني من كل حاجه تنسعد ديال الميزان باللي تسيد ساكيت لا وذا ثلاث سبان نظن وارده ممكن عقليا نيثي ديال البال السن 7 نارا العبد مول 7 نارا ويتساوي راه اتصبمان معناه سنه نسبات نزمات نسدوكل والجمع ولا من الترجيح هكا. وبالمناسبه الدروس هذيك العلميه يتسيلنا كاين المرض العشاء تعاون تميم الملكه العقليه ديال تخدم العقل اللي يخدم هكا العقل اللي يخدم ما كدعي ايضا حجه اخرى ربما مثل هذا الطرح ومثل هذه الفرضيات والاحتمالات وهذه المسائل يعني يصعب أن تذكر مثلا في دروس الجمعة حيث ينتظر الناس الوعظ والإرشاد والتوجيه وهكذا وربما التوجيه أيضا توجيه الرأي العام وإنضاج الرأي العام والتعليق على ربما بعض الحوادث اللي تصرى في عالم الناس. أم بعد النبي عليه الصلاة والسلام اسمي السقساني جاوبثن إنس هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما دين الطهور ذا قلنا نسين المعنى الأول أنه مبالغة في الطهر في الطهارة مبالغة الطهور يعني أمن البحر زدي يتصفان وتسقاب هكا ماؤه. الحل ميتته معناه الحيوانات اللي تعيشين داخل البحر وكذا نشرح حيث يدوقي فيما سبق فنعيد. وطبعا الطهور يساد على وزن فاعول أدين السحور مردين السحور يعني ذي القثني يستنبدن دي سحور دي تعرف مدين السحور مدين السحور ذي العملية في حداتون ذي الزمن وقت السحور سكريد الوقت السحور هكا. ولكن مدين السحور معنى الغذاء المخصص للسحور هكا. ونفس الشيء مردنيني الوضوء بفتح الواو الوضوء مدين الوضوء بالضمه مدين الوضوء ثمان يلهان يصلحن الوضوء مردين الوضوء معناه لوبيراسيون العمليه هذه ذا غلوظو من مستقبليت هكذا الوضوء فلان أحضر له الوضوء للوضوء أحضر له الوضوء يعني بنس دمان يصلحن الوضوء ليتوضا. الله يبارك. وذاكي هذا الكلام يخلينا باش أذكركم بالماء الصالح للوضوء. ننات الماء الصالح للوضوء هو الماء أو ما يطلق عليه لفظ الماء بلا قيد إضافي
بلا قيد ولا إضافة. يعني أين كوي مقار المدن أمان يصلح الوضوء يزم ديني ولقي عادي ماشي عادي إلا قال مسفى علميا إلا قال مسفى مع إلا ماء الآبار يعني أمان الفيور إلى ماء الأنهار ذمان يسفن إلى ماء الأمطار يعني لهواء إلى ماء البحار أثنى دورس هكذا مشاكل وكذاكي وغيرهم هذا ماء طاهر مطهر. شو المعنيس؟ المعنيس يصلح للعبادة ويصلح للعادة. ما تفض أمان البحر نغمان اللهوة نغمان الفير نغمان العنصر نغمان نغمان بذفل أمان بذفل أذفل ما يذوب يكوى مناقي يكن ميلا ذامان يصلحني العبادة أتغضي السن الوضوء يجوز وصلحا للعادة. شو المعنى للعادة؟ المعنى تسير ضي الأحوال أشدو شضيس أتسلسل أذميك القش تسير ذي القش العادة والعبادة نمسفهم إما إلا تغير وصف من أوصافه أذ يغال ماشي ما إي بورتون في أصلهما ولكن يغال ماشي ما لو كاد ناوي أفيذون بومان أسنخدم شويط من الزيت يفدل ولا يفدل أنا يفدل أدناوي أفيذون بومان أسنخدم إيغين غيفكي يخلطك وكني أسنخدم ثمنت يلا ومناقي ومن نخلضاس هل ترى يصلح للعبادة؟ لا يصلح للعبادة يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. بمعنى أمناقي أولا ديجا استقذر أمان مستحيل ضمان أكيد غادي شو ثواقي أديني ذمان يخلظن أكذو يفكي صافي وغال ماشي ذمان خاطر نكون هذا الماء معناها المطلق. شكون هو الماء المطلق؟ هو الماء الذي يطلق عليه وصف أو لفظ الماء بلا قيد ولا إضافة. خاطر ماء خليط بالزيت هذا سنة داولا قصة في يصلح على الوضوء ماء خليط باللبن سيغي صافي وريقي مالا يصلح العادة السغذميك القشيش الصوضيس البحاير تجرى كل هذا يجوز. سبحان الله الخير ربي سبحانه يبقى دائما نافع دائما ينفع ويريد ضرارا ولكن للوضوء خطير. اقتضت حكمة الله بوحي منه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يعني يبدأ بعد اليدين بالفم والأنف لمعرفة هذه الإضافة إن وجدت. حكمة يعني مثلا أتغض الوضوء ذكر ذي طلان تهضريت انت الدارس الناس فكر هذا الوضوء فكان اكد اللي كويس فكن امان ومي يخلط تفقدارا من ما تفقد صحيت اما جيمي وقيلت الذي استمنت اذا غاسين ضوا قبل الصليحه قبل كنت تصوض سقرو سي فسان سي ضران ولو كان العكس تصوروا لو كان اقموش ذا نقارو السر فاسنيك تفق ضارة خطرت ولا ضارة السر وذميك
تمسح كذا مزاغي كسر ذقرو يظهرني متصوض سيميك الصفاق ضاع الصفاق باطل عرفها نغ انزلني خطر الاوصاف اما يتغير اللون بالبصر ستيت لو كان يدفكن حمود بوعلام ستيت كان دي لاجوري توعيط اصلا حمود بوعلام سائل ولكن لا يصلح للوضوء هذا ليس وضوءا الله اكبر اخطر غير تغير لونه وصف من اوصافه ما الا ثيطوث ولا لا خاطر كان يشدي الظلام طعمه اما الا طعمه ريفدلارا رائحه اعداد دي سكانير نام كاد النير اعداد يتوصفها ما الا صافا غا سي بون هكا كمل الوضوء يديك صافي اذن وحديث عائشه رضي الله عنها ثروت حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو دي النبي عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء ذكي سبحان الله نطق حقا صلى الله عليه وسلم امان ربي وجعلنا من الماء كل شيء حي على بالك امان يا الحمد لله يا ربي من الوامان تصوروا ليش امان مشارني لي تصوروا التجرني ورثم قياره اتقار نكوني امشي نعيش بالامان امشي كسفاذ يرنا ما ميم ذي الكورن بنادم ذي الجسد البنادم انفعنت ما يسوى امان يكسفاذ الحمد لله ما يلا يخدم يعتسف تفقد ثيذي اذا غد الدواء نغالا ما تفقد ثيذي هكا ما يلا يحزن فغادي يمطون ذمان ذا ما فغادي مطون ذا غترتاح لا ماشي من كاين يقفر سي بور سا مثل الجنازه هكذا اتصفدونا كني ونريرا عسيث ويسم كاد يفغى بالك يقفر لا تفضوا هذا غاسي الصفر مي فغادي مطون نورمال اللي يموتوا عزيز الفلاس عادي امان بل الحضاره باش تسكري لقاس امان ونسعى التاريخ ومقارن حضارات ما بين النهرين العراق دجله والفرات صفي الامان وجعلنا من الماء كل شيء حي النبي عليه الصلاه والسلام يقول الماء طهور لا ينجسه شيء نرى راي المالكيه في هذا الموضوع ونراه رايا صوابا جدا ان يكواسي ديال حديث القلتين وني وداك الموضوع كي تعاود ذاك شنو خادنا من بعد نشوف ديال العبره بالاوصاف هذا ما كان العبره بالاوصاف خاطر سوف تسمعوا المفاجاه في الحديث رقم 41 سؤر الهرة سؤر السباع الحديث رقم 42 مع انتهى فكان ديون الميزان إنك أمان صلحا إلى عادة إلى عبادة سوى ميلا تبدل يونس الأوصاف ينس ما تبدل اللون ينس الريحة ينس الطعم ينس إلى آخره هذا هو وهذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء حديث حسن رواه الإمام النسائي في الكبرى والطبراني في المعجم وأبو يعلى في مسنده والطبراني في تهذيب الآثار مع انتهى باش نزرى كل الحديث يعني عند إديوسا أيضا نروح مباشرة نقال لكم واحد الأبيات إديوسا ابن عاشر متن ابن عاشر وقي من المتون المنظومة في الفقه المالكي طيب أولا أعطيكم فكرة عن المتن هو كلام مختصر قد يأتي في شكل نظم أو في شكل نثر ثورة نكون قبيلة مثلا يزمر يولد ياوي أول يلهان يقرز نثرا أكيني مثلا يتفانو سيجنا ستكاث وقارن داغ يجر نصافها معقول وكيف المثل تجاو كي مزوره نثرا يسعى الميزان ويسعى اولا يسعى الميزان يسعى القيمه يتفانو سيجنا ستكاث يجر نصافها معقول ذي المثول شحال المثول يدبوين الشيخ محمد الحسين يتواسنس المثول يمسينا يوينا كني يحمل الدونيث شوف راس العقل الدونيث الاخر تيجات
ما ساقي الدنيا ممكن ساقي التفضيل الدنيا يحمليت الاخر زيرو تحمل راه يتخمل كل اخر ياكل ماشي كرد الصباح يوم قرد الجاري سين يسال الفلاني يسفغد تا يوغي يسفغد الله الرويس تزمرت إناس لاباس إناس تزمرت تلا ثوغا ثيوغا ثلا زريعة ثلا أذكر زغا ذريرة زغر هذا فلاح الله إذا الشيخ محمد الحسين يسأل الفلاني أتسير زضا ذريرة زغر الأمور دونيث نعم يلها إلى خرث يسكت الزرع إلى خرث نخاطي تظليث العاشور رمضان الناس خاطيين مازال اما الساقي يمكن تفضيل ساعه 80 سنه والزراره ساقي نزول فيه ونفلس يعفو ربي يعفو كل نسلم من مره موتى المسلمين قبل كلمه تأبين نيد هضرت في الظليت نا صغار إنا كفاف ذاكي يحملك يرنا تظلي جامي الزول 75 سنه من الزين ما ساكن إنك صافي فرصه هضر دينك ماشي لا نسى طاسين ساعه سوتيون ميلا تجات الظلي تريد زالار غير مقار ذاين شغل ذا درر صرا ما كان وين سيفدان من الزين سيفسوس إما إلا ولا مي 60 سنه سقر كرا تزلط شغل ذا درر سقر كان مازال هكا ولا نتصي قموثن جامي الظلن ولا ركعه وقيني اختيد من باب العبره يلا ثوري غرديوي غوالاكي باش يكون ديني غايه مثلا الشيخ محمد الحسين يبغى يفكيون المعنى بلا سقار يكرزمي الى خرط الزرع دي الدوني ثاني تغلط دي الى خرط فظلي رمضان العاشور ياكل شغلاكي الى اخره امشي سيدنا avec une méthode وسينا راك تشيني تشرب جهنم كثير تشو كذا هوايه كان خاطي زيك هضر نس المعنى سن فراقي فين تمسلاي إنا السن ذمي غير في جديد أدي فك ربي الصفريت نفسيت ولاش تصبحيت ورنساي ثمديت ولاش إيض ورنساي ثفجريت ساعات تزمرت أتكرز ذرر زغر اللي غري نكرزيت حلل وناقش استخدم لا شو خدم لي فيلوزوف زيك افلاطون سقراط ارسطو سكي خدمن ميمي فلاح الناس عن شو لاقي كيف كيم بوال اتستخدمض والزيل سن ذمي غير في جديد هكي ديماني كتصرف المعنى ادي فك ربي الصبريت نفسيت خاطر ما الا يونا ما قيمك يوم القيامه انت اللي يحصل وداير من التغيير يبدا من النفس للشونجمون ديال نفسيت نفسيت اكيد ربي القران في سوره الرعد الايه 11 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم التغيير الحقيقي يبدا من النفس سن ذمي غير في جديد هدي فكر ربي صبرت نفسيت ولاش تصبحيت ورنسايت مديت مع انتهى ديال السواس اذ يغلي يطيجيك اما كان يغلي يطيج باس الصباح هادي شرق تمديت هذا يغلي معنى ديال سيون واسات صغار دمغار دمقرات مفوض ولاش تصبحيت ورنسايت مديت ولاش تفجريت ورنسايت مديت ولاش ايضو نسايت تفجريت المسينا في شرزضه ذريره زغر اللي غريك نكرزيت كنت تفغوص ساعد القوه يبقى دائما انت ضعيف والضعيف تحواجض ربي سبحانه عز وجل ارسمك وكي ذي النثر الا ذا غدا سفرو ممكن يغور قبايلي نساي السفره ذا مادام هضرت في الظليث الشيخ محفوف الله يذكره بالخير ذا مغار وري السيناريو اللي يكتب الحرف كلمه تكتبها السيناريو ويغرى راكو ميساي السفره ذي العجب يهضر في الظاهره يجيب وقاد كاروايون براتيكون وقاد يومنا تظليت ولاش اشو سينا إن يسأل المؤمنين يا ونرو في الوقت ذين الله ما تشكين عودة تصدرو ينسلم ورن تظلا السوق ما يعمر ذي يفرو غاس ما يزنس الغلا تسفر
ذا سفرو يسعى المعنى هذه صدقس وين يغفلن في مسألتين. ابن عاشر متنه جاء نظما، متن خليل في مختصره جاء نثرا، إذن هناك النثر المنظوم، هناك المتن المنظوم، هناك المتن المنثور. هكا متن ابن عاشر، وطبعا هو متن جامع للعلوم، للعقائد والفقه والتصوف، متن كبير مهم جدا، نسأل الله أن يوفقنا لشرحه في زمن من الأزمنة. نعم. نعم 96 الله يبارك، إن شاء الله يكون مسجل الحضارة ديال الوقت نتخص يعني. ابن عاشر بارك الله فيك على التذكرة الأخ كريم، لأنه مثل هذه المتون ما كدير المقدمة مهمة جدا، مهمة جدا. دراسة الكتب مهمة جدا. نتمنى يعني في مساجدنا ذاك تدريس صحيح البخاري، ذاك صحيح مسلم، ذاك صحيح ذاك سنن الترمذي، ذاك موطأ الإمام مالك، ذاك كتب نتاع الإمام النووي الأربعين نووي مثلا، وذاك كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ذاك الكتاب نتاع جمع الجوامع وقيم المتون في علم الأصول. دعوك الله يبارك مزيز والله يبارك، ولكن الأمر للأسف غائب جدا. ابن عاشر في متنه قلت الجامع للعقائد والفقه والتصوف، إذا كان يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي عليه الصلاة والسلام. ويكون مقدما بعد يبغض كتاب الطهارة اللي هو عنده علاقة بموضوعنا. فصل: وتحصل الطهارة بما قلنا كلمة الماء ما يطلق عليه لفظ الماء مطلقا بغير قيد أو إضافة، من التغير بشيء سلما، يعني لم يتغير وصف من أوصافه، لا طعم نتاعو ولا اللون نتاعو ولا الذوق نتاعو ولا الرائحة نتاعو. إذا تغير بنجس طرح، معنى ما فيش ديك نجاسة شفوتها سواقي نحتاجه، يعني طرح معناه ماء نجس، يعني يطرح لا يصلح للعبادة. أو طاهر لعادة قد صلح، ماء طاهر ولكن غير مطهر، اختلط بشيء من الحليب أو الزيت أو العسل، وماء طاهر يصلح للعادة وليس للعبادة. إلا إذا لازمه في الغالب، يعني كان ملازما له لا يمكن الاحتراز منه. أما ندي تسدو لكن مثلا تساعدين في زرام في الكبريت وكذا، أما نجي خدم لك العلاج مثلا، أما طاهر وإنا يفضل طعم ينس، ولكن لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن، أليس كذلك؟ صوت الحمام من الحمام يجوز، لا يمكن يعدد في الكبريت، يعدد في الزرام، يعدد شحال، لذلك صار نافعا حتى من ناحية الصحية. كمغرة ناد المغرقي أرض ذات طين، زرم سورتو ذي الريف ذيرين وكذا، سورتو زيك تصفض إمذونا تصفض ذاك هو من سيسن وكذا، تصفض أرض ذاك اللي ساعة الطين، أرض ذات طين، ولكن الماء نذاق صالح. فمطلق كالذائب، مطلق ويعتبر ماء مطلق. إناك أم الماء يذوفن، ماء الجليد، ماء الثلج بثفل، هكذا. نكمل الآن الأحاديث. حديث رقم 41: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة أو حميدة، طبعا في التراجم وكذا في كلام طويل نذكره في الدرس القادم، ليس اليوم، نروح اليوم مباشرة للمتن. بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، يعني تسليث أبو قتادة هكا، وكانت تحت ابن أبي قتادة،
تسليث يعني الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها، يعني أمغارس ثورة مكتدا مغارك تسليث ماشا هو نكون يمدنا ثمغارك تسليث نغا مغارك تسليث معنى لي بروبلام هكذا مشاكل. وإذا غادي نفهم مثل الحاجات التي ثمورت النخ العلاقة إلا ندير ثواشولت في سليث أمغار الوسان في نوضين الخير قل ندي الجزائر ولا شي ثان النظام داوود غوالك خطري لها الخير نساي ثمورت النغ وتتفضل عند النظام نكون نساي شي تساواشولت. الرسالة خطيرة هذا يكشم دوم غارس دخل عليها واستنى واش دخلك روح تروح نكون الساقين يكشم تا ديار طبيعة تزمر في سليث لو كان استني تمغار يساوي يد الكاس بوامان يزمر استني كيني قد شاكن فرقازيو وقد شارك في مغارم غلط. هذا الحديث يعلمنا الفقه والأدب. ألم أقل لكم في يوم من الأيام أن موطأ الإمام مالك يعلمنا الفقه والأدب؟ مين تصرف قالت لا هادي يحكي ديون إنك يوثن تمغار تروح باش تزر يليس يرنا غور السوق شيش تروح شحال أكثر من 200 كيلومتر تروح تزر يليس خاطر ما قدنا أمغارك تسليث أدر الميم دا فضقوالت اسمي ثبض أكثر من 200 كيلومتر اسمي ثيوض أريليس تفرح يليس وكذا يكشمط ضقواليس أرقاز قليس زعما ما شو سينا يناس العسلامة ذو الصح مرحبا يقيم كشوط يناس تضقوالت من الماكينة ثوغالط من ما ثوغالط فرض العلاقات ديالنا ويجيكم ماشي ناكل شوالا كي جديدين كشمنا غادي جديدين ثاقي يكشم ضوء مغارس دخل عليها فسكبت له وضوءا وقت نزاليث ثبوياس دامان تسمارس ثنايس تاخذ الوضوء تخدمه أليس كذلك؟ تخدمه مي مركز يسمى هذه فرحة سين يعطيك من الصحة أثاس الدا يمثقل شضيبة ذا ما تشاكل يثيد يعني ثمطث مثل في غدر بحال كازيس إلا قد تحرزي مغارم مولانيس تلقي نصيحة وإن كان لك نصيحة قالت سيديني ماري اللي نتلاوين يعني تلقي الصلاح ديال درس الجمعة نوعدكم إن شاء الله كاش نهار هنعميه ثمطث يبغى ندر بحال كازيس تقدش في مغارمس نسبة ديافة سيني بابا ساكو ذي مسحتك الصحة ثمطثني لك ما شاء الله غادي يفرح فسكبت له وضوءا فقاس داما ديال الوضوء ولا شربيني ولا وقتني فجاءت غرة تسد ثمشيشت لتشرب منه تسد أمان النيديه ديال الوضوء في قرائميس باش تسو ثمشيشت غرة ذا شو يخدموا مغارني الله يا ربي الله فأصغى لها الإناء حتى شربت أصغى معناه أنالا خاطر زميل تصوضا كاكي ذغا يسمالي ثاك شويه باش تصوض السوامان اماني الدهكات سليتي سي الوضوء ذغا رحمن نظن غلا حقوق الحيوان سيتادير ما كنت تقول لا غيس امشي الوضوء قبل تسوي تمشيشت او تمشيشتي زوار الوضوء انا عمي كاسة تسوي تمشيشت مي تسوى ثروا غلوضيني زار ما شو من بعد قالت كبشة تسليت ولكن تسليت تريد ان تتعلم واستنى لها هي مغاره كي غاك صاغ الوضوء كشيني في كضيت مشيشتي هكا خاطي
قالت كبشة شدنا فرآني أنظر إليه يعني أمغارس إيوالات أتتخذ توالي ودي فوا يزري يرفد تقسين غلا تاقي يعني نظرة تعجب شغل ما كنا يثورة مشى تاخذ الوضوء فقال وتسدغ غاري حذق نفهم فقال أتعجبين يا ابنة أخي أتعجبين يا ابنة أخي معنتها تعجفض يعني ميس فكرة مشيش تتسو وطبعا لك يا أخي معنا في الصحبة خاطر أيضا الأخوة ماشي كان في الدم الأخوة في الصحبة كان يا أخي في الصحبة فقالت أشو استنى فقلت نعم شوف الأدب فقلت نعم معنتها تعجب غمشي تفكرت مشيش فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ثلاث سيدي غاسي رسول الله قال إنها ليست بنجس أو تمشيش لسعر النجاسة أو زديث تمشيش تعيشي ذنار تمشيش لو كنت تعيشي ريدنا لو كنت مشي لو كنت النجاسة مشي تعيشي ذنار إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات يعني كتشمان تتفغان تتخلط يمذانا وكذا الى اخره وهذا الحديث اخرجه الامام طبعا اخرجه الامام مالك واخرجه الامام ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح اذا نمسفهم صافي تمشيش معنتها سؤر الهرة غير نجس يصلح وضوءا يصلح للعبادة والعادة زمرضة الصوف أماكن زمرضة السرضض أماكن التغلظ إلى آخره قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة سوى ما تمشيش تنغمشيش بويند أكرمكم الله النجاسة ذكيميس ولكن علماء الحديث ليس المراد ما تحمله بفمها لهذا هو الغالب تمشيش ولا ما تشغل ذا كرمكم الله يداوي ذكيميس ديفان يعني ولكن ميم النجاسة ما ثبوتي تقدر يصنع كذا تعرف سماني سورتو تقوم ذونك معنى ذينا خط ابعد ولكن نرجو إما إلا أمانة طاس دو غالا الماذا الميزاني دلنا ما إلا يفد اللونين سنغ طعمين سنغ الريحين ولاش خاطر الماء لا ينجسه شيء وحديث القلتين شرحنا فيما سبق يعني إلا أن يرى على مفامها نجاسة معناه ما يغير وصفا من أوصاف الماء الله يبارك سورة دلوي حديث رقم 42 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب يعني حاطب بن أبي بلتعة أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص أنا في كان سيا عمر بن الخطاب سنثياكو عمر الفاروق هضرنا عليه فيما سبق عمرو بن العاص صحابي جليل من الصحابة الذين عرفوا بالذكاء والفطنة والفصاحة ذكي عمرو بن العاص معروف وظلم قصة النجاشي قصته مع النجاشي مع المسلمين فإن شاء الله سنروي هذه الحكاية في الدرس القادم نعطيكم ترجمة مفصلة عن عمرو بن العاص ولكن اليوم شوية برك كإشارة خفيفة عمرو بن العاص نهار اللي دخل الإسلام مع خالد بن الوليد أكني رحنا النبي صلى الله عليه وسلم مسينا يا أبا سليمان شو كي ديبويني سو سيغد باش اش هذا من نسول هذا كيني أي كي ديبويني ديبوين أي كي ديبوين أي ديبوين يتوسن الفطنة يتوسن الذكاء يتوسن الفصاحة يحدث بوال يتوسن بصفات عالية جدا
اسميك الشم الاسلام يوردين اسلام النبي صلى الله عليه وسلم إنيس أسلم الناس وآمن عمرو. حديث يشرف هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل. أسلم الناس وآمن عمرو، أي عمرو بن العاص. وفي حكايات لطيفة ولطيفة جدا سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله عنه وعن غيره ممن ذكر اليوم، ندير لهم ترجمة إن شاء الله تعالى. صافي عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص. أولا كلمة الركب شو المعنى؟ من يتفضل بالإجابة؟ كلمة ركب يعني عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، قافلة، وهذه فكن الزيادة. يعاودون زيد إلى وين نظم. المعنى الأول أن كلمة الركب خاصة بالإبل والخيل، باش يدين الركب. بعدين أن عمر بن الخطاب خرج في ركب، معناه لازم يا إما ذي الإبل يا إما ذي الغمان، يعني ذي عاوذيون. اتفقنا عند الفقيه اللغوي الحريري، فقيه لغوي، إن كلمة الركب تصح على الخيول وعلى الإبل، ولكن للفقهاء اللغة يدينان خاصة فقط بالإبل. من فقهاء اللغة مخلفة، اللغويون الكبار صراخي بيناتهم ذي ثمثلايث ذي ثلاث ذي المصطلح ذي لا تيرمينولوجي سقردشن هم بفتح الخلاصة. لو قاد ينان كلمة الركب لا تطلق إلا على الإبل فقط، عاوذيون خاطئ. ولكن الفقيه اللغوي الحريري إن دلا هذه الكلمة تصح على الإبل وكذلك على الخيول، الغمان ولا يعوذون. فكي مسألة خلافية. المتفق عليه أنه لا يمكن إطلاق كلمة الركب إلا إذا كان 10 وما أكثر فأكثر، ولقد ينظر تحت 10 خاطئ، تحت 10 تضوع عربية. إذا عرفت أنت المصطلحات مثلا بضع، كقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شحال بضع سنين؟ كام يعني؟ ماكسيموم. ولا قال يعدي مثلا 20 30 خطي بضع. مدينة الركب ذي اللغة العربية ذي المصطلح معناتها أكثر من 10، أكثر من 10. في علم الفرائض عند الفرضيين مرادينيض عند وجود مثلا ترث الأم السدس في حالتين، عند وجود الفرع الوارث مطلقا وعند وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا. معناتها لازم 2 فأكثر عند علماء الفرائض، 2 فأكثر. تلقي مصطلحات وعلى بالك مثلا المصطلحات تتفهم يمولش المصطلحات تفهم ضاره ملي غنديو نواس وكتوحد كان عزازكا السيد فقعغ. شو المعنى فقعغ ديال عزازكا؟ معناها رفيق. إذا قلتي زوزو فقعغ وقادخ شحال سيارة عزازكا؟ شحال كيلومتر؟ 150 210 35 سيارة عزازكا مخلف. ذينا ما تمسد الغاشي السيد الفلاني يفقع فلاس، يفقع معناه يسعف، معناه يرفع. إذا قورنا يفقع معناه يقعد صافي. لقاني يصير المصطلح. وهذه حجة أخرى تضاف لما قلته في مقدمة درس اليوم، أليس كذلك؟ معناه نبحث في المصطلح، نبحث في الترجمة، نبحث ندقق المسائل. طيب إذن ركب إلى ذي عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص فقال في حتى وردوا حوضا. المفنيون الحوض، الحوض بمن
الزرم زيك ونسعر السد دمي ثورة السد تاكسبت ثورة لا تاويل وكذا زيك ذي مذون هكا وقاد يشفان سورتو قاد يكسان المال يا اخي زرم امك هذا السون يزقارن وهذا السون ياك نسموك السين ميمثي سيث امشي تسزيك يذكر كريم كي تسزيك امان ما ذوك مذون ايوه اتصل ديريكت لكن يسوى وزقر راه يسوى وزقر ورقاز كيف ذا شو يلان فقال عمرو بن العاص وردوا حوضا معناه يوظن غا الحوض جيب ومان والحوض بالمناسبة يا إما ذيلي بيبليك كل غشي عام يا إما ذيلي خاص يزمزم زرت مشاوتيس مش تمشاوتيس وكمشي عمر ومكاني عزيز غلاين يمسن إسماعيل تفاوضت هاجر في موضوع الماء يفقد يغلي ناس موضوع سأشرحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ودقدر باراج تاكسبت ينون غينك نغاك صح عام ميزيه الحوضقي إما غيلي عامة مملوك للجميع إما يكون له صاحب بسعة فافيس أمشى تكسب بنادم ينس بحالتين بطريقين إما بطريق الكسب أو السبق أو بطريق الجعل طريق السبق هذه نزوار غورس الساقي دي الصحر من غير الشياقي ماشي ثمورث كي ورا الشمال يبان ثمورث ينيك ثورت باباك إلى آخره هكا كي نخدم ثمورث تنورث ميزان دا النظام تخدم التمورث فرصص تغالينك هكا صافي ما إلا يون يزوار سامذون بوامان وأمذون بوامان على بالك أمانة هو رمز الحياة هكا هنا درس الغاشية زدغندير وكذا إلى آخره الموضوع سيأتي البيان بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله وقدر إذن ولكن كيف يكتسب الحوض في ذلك الزمان إما يعني بطريقين إما بطريق السبق يزوار غرس بطريق الجعل ما معنى طريق الجعل يعني هذه غزال ما تيخدم نسا أمثال تفضيون يغازل فيرد قويلاس تغازل الفيرد قويلاك ينيك أم بعد ما الصدق ذوياض الصياد الحسنات وكي تسالسوا لذيون ينيك مفهوم ميمزيكا تكسب هذه الأحواض حوض الماء يكسب إما بالسبق إما بالجعل ولكن الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إن يا صاحب الحوض صافي أمذو نسعة فيس شوف الأدب نتعلم الأدب مرة ثانية يسعة فيس قرن قبالي الزربي وحديق ما شعب سكان خطي الزربي وحديق يا صاحب الحوض لا تخبر إناس هل ترد حوضك السباع الحوض جينك كم ذونا جينك هل ترسس نغرسي الزموان النمور والأسود السندنا فقال عمر بن الخطاب لا يداس أشو سينا يا صاحب الحوض لا تخبرنا الله يا رب الله ما تخبرناش فإنا نرد على السباع وترد علينا هذا أمر لابد منه نسعى شكل إمذن ناقي سوان ديكس يزقارن سوان ديكس يزماون سوان ديكس وين سوان ديكس يمشى شما كنهضر نور ماري ولا كنا نسوي ديكس ما لم يتغير وصف من أوصافه كما شرحنا وليس الدقة العلمية أغدا وضع المخنغ ما نفهم شو عليه مثل غراوة السينارة طبعا سنحرم من هذا الخير تقول مجموعة الخير ذا كذا الشيء نستفيد من موقف عمر بن الخطاب أنه سقار كانه يقول دعنا على اليقين الأصلي يبقى كذلك استصحابا إلى أن يثبت الدليل الذي يخالفه
لأن الأصل هو نظافة، الأصل نظافة، لأن سؤر السباع يجوز كما ذكرنا قبل حين، سؤر الهرة يجوز، يصلح للعادة ويصلح للعبادة. وبعدين الشكاكي ما تخمس الشكاكي تروي في الله نكوي ثورة باش تفكر ديال القاعدة. عمر الخطاب يعلمنا الفقه ويعلمنا الأدب. إن يا صاحب الحوض لا تخبرنا وتخبرنا. عمرو بن العاص يسيقر خبراغيد ويسعى النية، يعني فغادي يزر ما مناقي ما صلحني الوضوء وصلحني العبادة وكذا وكذا، ولكن عمر بن الخطاب كان وقافا، علمه وعلمنا الفقه. لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. أمر آخر أن الشك أو اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، بمعنى يونتورا يغض اللوضو يكشمد هذه ظل العيشة، ماشي ميك حركة عبوطي ساسيني وقيل يخسر اللوضو غادي يخدم نافات. لا قاعد يكشم الشك ديال ربي يخرج كاع واحدة من العيشة، خاطر الشك قاتل، الشك الذي يغلف له لك الطعن. عمر بن الخطاب يعلمنا هذه القاعدة الذهبية. إما إلا تصلحوا الدولة الباطمة من بعد تغني تيقيت بامان شاد الحوض الجمعة إلا قد سالي تروازيام كاترميطاج تخمض لونكيت سمحتي كان ثوري دغلين في الليوامان سوق بالكون وين إني سيد كان أمان والماس ديت نغالا ديجا ما ثبت ضاردين ويسام كان ظروف لك يعني. وهذا الناس اللي عندهم الشك على بالك مثلا ثقة بامان ماذا ضرنوسة ثيكس، ماذا قندورة ثيكس، ماذا بلطوة ثيكس. نتعلم الفقه. ثني وضد في هذه الشرح الحديث رقم 42 إن شاء الله الدرس وايض ما يرضى ربي نكمل بيان موطأ الإمام مالك. كنت سمي كثير ثاقي ذي الحلقة ثم زوروث ذو سوقا ساقا جديد إن شاء الله، ولكن الحلقة ثاقي موطأ الإمام مالك نبذا الشرحيس شحال يا الله يبارك نبضد الحديث رقم 42 نكمل ذي الشرحيس كل 15 يوم، يعني الجمعة دي ثدون خاطي الجمعة ثايض أذيلي ما يرضى ربي. جاوبنا هنا والسلام عليكم ورحمة الله.